أن يكون الانطباع الأولاني في مواجهة جماهيره أن يكون إيجابيا. على بركة الله صافرة حكم المباراة السيد عبد الله الخربوش. تقبلوا تحياتي محدثكم سعد يحيى، ويسرني أن الثانية أيها السيدات والسادة في لقاء نادي ضمك والرياض. كرة في منتصف الملعب، تسديدة، الكرة تحولت بهذه الصورة إلى خارج أرضية الملعب تحت أنظار مارتن كامبانيا، من أمثال اللاعبين اللي ما يحتاجون إلى الوقت من أجل الانسجام، هم يدخلون للوقت في أول الدقائق. يا موسونا، مثل موسونا ما احتاج وقت ليتأقلم. الآن قوية من موسونا، أبعدت من جانب مصطفى زغبة مرة أخرى. نادي الرياض يتقدم، وصلت في الجهة اليسرى بأقدام الروماني إلين توسكا، يلعب الكرة، إبعاد غير موفق من زغبة. الآن الله، التسديدة في الجول. نعم، جول أول في المباراة. صالح العباس في الدقيقة 12 يأتي الآن ويتقدم لمدرسة الوسطى، ويتقدم لنادي الرياض. صالح العباس، شوف الكرة، شوف الخطأ من حارس المرمى، شوف الخطأ في تشتيت الكرة، اصطدمت بموسونا، ثم بعد ذلك المتابعة من صالح العباس في الدقيقة 12 ليعلن عن هذا النجم الماني اللي يلعب الكرة باتجاه حسين النواقي. عرضية الرأسية في مرة أولى، ثم موسونا، ركلة زاوية لمصلحة فارس الجنوب. اللعبات الرأسية إلى خارج أرضية الملعب. الكرة تذهب إلى ركلة زاوية أخرى تحت أنظار القائد فاروق شافعي الرياض. وبالنسبة للبلجيكي فيريرا، الآن فريق الرياض موسونا هي في المرمى، جول. الله، شيء من الحلم والخيال لمدرسة الوسطى، شيء كبير لنادي الرياض، شيء كبير يا صالح العباس. الله على فريق الرياض وعلى صالح العباس للمرة الثانية تحت أنظار فيريرا. مدرسة الوسطى، فن ولعب وابداع وتكتكه. انت عينك على الباص اللي من ديديه دون، ومن ثم بعد ذلك بينية موسونا والانهاء الرائع من صالح العباس. الكرة في مرمى نادي الى خارج ارضية الملعب والى رمي التماس. كرة داخل منطقة الجزاء. الان التسديدة لا ينجح في أكثر وصولا. الآن ركلة زاوية يبحثون من خلالها عن تقليص الفارق، يبحثون عن الرؤوس المرتفعة. تأتي الكرة وتأتي الرأسية. تشعر بأن اللاعبين يعني بطلوعهم للكرة تشعر وكأنهم يطبقون تعليمات المدرب كما بالحرف الواحد، كأنهم يطبقون تعليمات المدرب بالحرف الواحد. من جانب حكم المباراة الذي يأمر بإيقاف اللعب، واللي يشير البطاقة الصفراء على ما يبدو بأنها كانت من نصيب علي الزقعان. نعم، علي الزقعان يتلقى البطاقة الصفراء في الدقيقة 1 ثابتة، ربما تكون واحدة من الحلول. عبد العزيز البيشي، عرضية الرأسية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية إسان سيساي في الظهور الأول، يريد أن يكون الظهور الأول إيجابيا، يريد أن يكون الظهور الأول التي يعيشها نادي الرياض. أنتوليتش يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، أبعدت وتخلصت، عادت مرة أخرى، تسديدة. التسديدة كانت من جانب عبد الله هوساوي، التسديد من خارج منطقة اللي لم يختبر إطلاقا في عمر شوط المباراة الأول. عبد الله هوساوي على الجهة اليمنى، يمر الكرة إلى البيشي، لمسة من أنتوليتش، يتقدم إلى الأمام، تهيئ، تسديدة. الله على تسديدة عبد العزيز البيشي، لكن مارتن كامبانيا يتألق التاريخ في هذا الدوري الذي أصبح حديث العالم. نعم،
دورينا هو حديث العالم، ليس فقط حديث الوطن العربي بل حديث العالم يا عبد الله. أوساوي عرضية، لكن أيضا سوء التفاهم في اللقطة الماضية بين قلبي الدفاع بين عبد القادر في شوط المباراة الأول. هذا حكم المباراة السيد عبد الله الخربوش. الرياض على يسار السادة المشاهدين، الضاي على يمين السادة المشاهدين. على بركة الله سعد يحيى يحييكم ويدعوكم لمتابعة شوط المباراة الثاني من لقاء ضمك فارس الجنوب. أبعدت وتخلصت من جانب أحمد حريصي، يمرر الكرة. هذه خطيرة لضمك، هذه خطيرة، تسديدة يا سلام على التسديدة ثم على اليقظة المستمرة لحارس المرمى. عرضية الله في غياب المهاجمين. المدافع عبد الله العمار يقلص الفارق لفارس الجنوب، يقلص الفارق لفارس الجنوب، ومعها الهتافات في المدرج في الدقيقة 53 من عمر شوط المباراة الثاني. في غياب الهجوم عبد الله العمار يقوم بالمهمة على أكمل وجه. شوف العرضية لأول مرة يضرب دفاع يا عبد القادر بدران. أنتوليتش الكرواتي، ركلة زاوية لفارس الجنوب ملعوبة، الكرة بتتخلص، تسديدة على التسديدة القوية جدا. موسونا قادر على المرور، لا يمر في مرة أولى، ثم بعد ذلك الإصرار. الآن التسديدة كانت قوية جدا من جانب بيرامة، قادم من نادي بشكتاش التركي، اللاعب الذي يشترك في هذه اللحظات. الورقة التي يراهن عليها كوزمين كوينترا، الورقة. تقدم المدافع يريد إرسال المدافع الذي تقدم ويريد إرسال المدافع. هذا السيساي. يا جامبي، هل تعلم يا جامبي بأن نادي ضمك كان يمتلك ملعب؟ يغير اتجاه اللعب نيكودو إلى عبد العزيز البيشي، يتقدم، تسديدة عبد العزيز البيشي. الكرة ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. آخر 10 دقائق تبقت من عمر شوط المباراة الثاني، ويعود مرة أخرى. سلامات يا دينو إرسالاجيتش، سلامات يا المدافع البلجيكي. يمتلك روح، يمتلك عزيمة. دقائق آخر ما تبقى من الوقت الأصلي من شوط المباراة الثاني. الآن عبد الهادي الحراجين كاد أن يطلق رصاص. هذا مارتن كامبانيا اللي تلقى البطاقة الصفراء. وفي تبديل لضمك، في تبديل لنادي ضمك. نور الرشيدي يشترك في شوط المباراة الثاني. برونو دوارتي العربي هلال السوداني، جوزيف الارنون، وأسماء كانت تصنع الفرق مع فارس الجنوب. الله يا عبد الهادي، كاد أن يطلق رصاصة الرحمة، كاد أن يباغت نادي ضمك. الله على الكرة من عبد الهادي الحراجين. نادي الرياض يريد الضربة، نادي الرياض يريد الهدف الثالث في هذه اللحظات، وكاد أن يأتي. الله على قذيفة، الله على طلقة منها عبد الهادي الحراجين، لكنها أبعدت مرة أخرى. الضغط يستمر الآن، لكن الدفاع ينجح فيه على يسار مارتن كامبانيا. الآن الكرة داخل منطقة الجزاء مرة أخرى. ضمك بواسطة القائد فاروق شافعي. أنتوليتش ما انتهى، صفر والكرة في المرمى، لكن قبل ذلك صفر حكم. أبناء الحفر اللي غادروا دور المحترفين إلى دور الدرجة الأولى. يا أنتوليتش ملعوبة، الله، إنهم لا يستسلمون، إنهم يرفضون الخسارة، إنهم يرفضون الخسارة.
في مباراة جنونية، في مباراة كان نجمها الأول المدافع عبد الله العمار. الدفاع ما هو إلا وسيلة أخرى للهجوم، الدفاع ما هو إلا وسيلة أخرى للهجوم. بالإصرار، بالروح، بالرغبة، عبد الله العمار يرفض خسارة ضمك. عبد الله العمار المدافع الهداف يرفض خسارة فارس الجنوب ويسجل هدف في الوقت القاتل، في الوقت البدل الضايع. ما ضيعوها في الوقت البدل الضايع، ما ضيعوه. لا يريد الخسارة أمام أنصاره، أمام عشاقه، ولهذه البطولة الآن الرياض راح يقتلوني إذا سجلوا الثالث، راح يقتلوني إذا سجلوا الثالث. يا لها من مباراة. شكرا للفريقين على هكذا.